السلام عليكم متابعينا الأعزاء. نبدأ أخبار المحترفين وما يقدمونه في الدوريات الأوروبية الكبرى. البداية مع كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس الكاراباو، حيث قدم ريان أيت نوري تمريرة حاسمة رفقة ناديه مانشستر سيتي بعد عودته من الإصابة التي غيبته كثيرا عن الملاعب. نادي مانشستر سيتي تأهل إلى الدور الربع النهائي على حساب نادي سوانزي سيتي عقب الفوز بنتيجة 3-1. عودة أكيد تفرح الجماهير الجزائرية وتفرح المدرب الوطني بيتكوفيتش قبل نهائيات كأس أفريقيا. صحيح المنافسة كبيرة، لكن وجود أيت نوري ضروري جدا. ننتقل إلى ما يقدمه النجم إيلان قبال مع نادي FC باريس. إيلان قبال قدم واحدة من أجمل مبارياته لحد الآن، حيث سجل هدف عالمي في الدقيقة 77 وقدم تمريرة حاسمة في الدقيقة 84 ونال أعلى تنقيط 8.5 وهو أعلى تقييم في المباراة. المباراة انتهت بالتعادل 3-3 أمام نادي ليون العنيد. في الحقيقة هذا اللاعب يستحق أن تعطى له الفرصة مع المنتخب الوطني في ظل هذا التألق الكبير. زميله في الفريق أيضا سمير شرقي شارك أساسيا وقدم ما عليه. صحيح الدفاع تلقى 3 أهداف لكن لم يرتكب أي خطأ. ننتقل الآن إلى كأس ألمانيا وما يقدمه اللاعب إبراهيم مازا. إبراهيم مازا شارك أساسيا، سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 120 بعد أن كانت المباراة متعادلة بهدفين مقابل هدفين. إبراهيم مازا تأهل رفقة باير ليفركوزن. انتهت المباراة ب4-2. لاعب فنان جدا ولاعب يملك جميع الإمكانيات التي تؤهله أن يلعب أساسي ويحمل رقم 10 في المنتخب الوطني وفي وسط الميدان. نبقى في كأس ألمانيا، لكن هذه المرة مع نادي شتوتغارت، حيث لعب أو شارك بدر الدين بوعناني في تأهل فريق شتوتغارت على حساب نادي ماينز ب2-0. اللاعب أدى مباراة مقبولة عموما. ننتقل إلى الدوري الفرنسي. نادي نيس فاز على نادي ليل ب2-0. مباراة عرفت دخول هشام بوداوي احتياطي بينما شارك عيسى ماندي كأساسي. كذلك عرفت المباراة دخول نبيل بن طالب في الدقيقة 70. في مباراة أخرى تعادل نادي مارسيليا ب2-2 ضد نادي أونجي الذي يلعب له الدولي الجزائري عبد الله الذي شارك أساسيا. وفي الأخير نرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد.